دروس كنت نفسرين في دروس تفضل شيخ مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن العسكري، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين. نتكلم عن سيرة الشيخ، وإن كان المقام لا يسعنا أن نذكر مقام الشيخ قدس الله نفسه الزكية، لكن نتعرض إلى نكات مهمة في حياة الشيخ قدس الله نفسه. نحن إذ نعيش هذه الخسارة العلمية العظيمة لا نكاد نستيقن بذهاب الشيخ ومقامه ماثلا أمامنا، وكيف نلقن أنفسنا بأن لم نعد نحظى بمحضره الشريف. وخير ما نؤذن به هذه الشخصية العملاقة هو أن نشير إلى نبذة يسيرة مما تميزت به هذه الشخصية في بعض أبعادها، سواء العلمية أو قيادته المرجعية أو في سيرته الفردية، فضلا عن الأبعاد الكثيرة التي لا يسع المجال لذكرها. أما البعد العلمي فهناك نماذج ولقطات وضاءة في درب العلمي أضاء نبراسها المرجع الراحل قدس سره، وذلك بما تمتع به من ذوق خلاب وعارضة فقهية متينة محيطة بجل الأبواب الفقهية. وفي الحقيقة أن سماحته قدس سره رغم أنه لم يكن من حضار الدورة الأولى لسيد الفقهاء السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه التي كان يحضرها عدد لا يتجاوز 10، وجلهم قد مضوا إلى رحمة الله الواسعة، إلا أن سماحة المرجع الراحل قد حظي بحضور الدورة الثانية كما هو الحال في مراجع الطائفة الموجودين من تلامذة السيد الخوئي، إلا أن سماحة الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه قد امتاز بأنه قد لازم السيد الخوئي طيلة بقائه في النجف الأشرف. فبجانب الدروس قد لازم مجلس الاستفتاء للسيد أيضا، حتى أن سماحة الخطيب العلامة الفاضل الشيخ عبد الحسين الواعظ الخراساني حفظه الله كان يقول للشيخ الراحل مرارا: إنك قد حويت علمية السيد الخوئي بين جناحيك، وذلك بسبب كثرة رؤيته ملازما بالسيد الخوئي لسنين طويلة. وهذا مما هيأ للشيخ الاطلاع على مستجدات وأسرار مباني السيد مما لم يطلع عليها أصحاب الدورة الأولى ولا كثير من حضار الدورة الثانية. فمثلا الذي برأ السيد الخوئي قدس سره في تشييدها وبلورها بجدارة سماحة المرجع المقدس هو محاولة العثور على عموم في كل فصل
وباب فقهي يكون الخارج منه عنوان المخصص عنوانا وجوديا ليسهل بذلك العموم في جل الشبهات الموضوعية والحكمية. وفي ذلك الباب والفصل الفقهي في ذلك الباب والفصل الفقهي ولو بالاستعانة بالأصل العدني لعنوان المخصص الوجودي، وهذا قالب يتنبه لأهميته المتضلع في البحث الفقهي في أبواب متعددة. طبعا أهل الفضل يدركون ماذا نريد أن نشير وإلى أي شيء نريد الإشارة إليه. ومن تلك الأمور الهامة أيضا التي شيدها السيد الخوئي رضي الله عنه وبلورها بجدارة سماحة المرجع العزيز قدس سره، وهي تعتبر من المستجدات البكر في علم الأصول، وهو أن النسبة بين الأدلة في العموم والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين ليست مقصورة على ملاحظة الحكم في الأدلة المختلفة، بل لا بد أن تلحظ النسبة أيضا بين متعلقات أحكام الأدلة. لكن في مقام الجمع بين الأدلة لا بد من ملاحظة خصوصيات المورد الإطلاق، فإن مقتضى الجمع العرفي بين الأدلة هو تقديم ما يكون موضوعه أخص، وإن كانت النسبة بين الأدلة بالملاحظة المحمول من العموم من وجه. ومن الأمور الأخرى التي اختص بها سماحة الأستاذ إنه هو الذي ألفت نظر السيد الخوئي إلى ورود الإشكال في تمامية أدلة التخيير دلالة أو سندا، وأنها غير ناهضة لإثباته، مع أن السيد الخوئي كان بانيا في الدورة الأولى على التخيير، فكان لتدقيق سماحة الشيخ قدس سره الأثر الكبير في عدول السيد الخوئي عن القول بالتخيير. ومن الأمور التي امتاز بها شيخ الفقهاء والمجتهدين أنه برع في قوة التطبيق الفقهي في مباحث علم الأصول، ولم يقتصر على ذلك، بل ساهم بجدارة في دسومة العرض الفقهي القواعدي والصناعة الفقهية في المباحث الأصولية، وهاتان البراعتان يلمسها نخبة ممن حضر مجلس الدرس عند سماحته، وقارن حضوره مع حضوره عند آخرين من الرعيل الأول ومن أوتاد الحوزة العلمية، وهما مؤثرتان غاية التأثير في حسم المباحث الصناعية في علم الأصول، لأنهما تنبهان أو توجبان صحة المعطيات لرسم وهندسة القالب الصناعي الأصولي. ولو أردنا أن نستعرض الإثارات الجديدة الفقهية لسماحة الشيخ قدس الله نفسه الزكية في القواعد الفقهية المطروحة في علم الأصول لاستغرق بنا الوقت أياما طويلة. ونذكر اختصاصا آخرا وليس بأخيرا لسماحته قدس سره، إنه كان محيطا بنظرة ثاقبة متفردا في هذا العصر بعلم الطبقات في علم الرجال، وهو منهج رجالي قد دون فيه الشيخ موسوعة كبيرة، نأمل من العلي القدير أن يوفق مكتبه لطباعة هذا الأثر العظيم لينتفع به أهل العلم وتخليدا لجهوده. وكثيرا ما كان يذكر قدس سره أن السيد الخوئي كان يأتي في عالم الرؤيا
ويوصيه ويؤكد عليه بإكمال هذه الموسوعة قبل فوات الأوان. ومن الأمور التي نذكرها بنحو الإشارة إلى التفصيل هو جانب خفي في شخصية المرجع الراحل، إنه كان ذو مهارة واسعة في عدة من العلوم الروحية والسلوكية المرتبطة ببعض المناهج المتينة في تربية النفس وتهذيبها، وبعض معاني الأسرار الخفية، وقد خفي على كثيرين حتى من بعض المقربين إليه، وقد غاب نجمه من بيننا وأخذ معه تلك الأسرار والعلوم الشريفة. أما قيادته المرجعية فقد امتاز الشيخ المجاهد بأنه كان مقداما جريئا لا تأخذه في الله لومة لائم في الذب عن المذهب الحق مذهب أهل البيت، وكان يسترخص منصب المرجعية كفداء للدفاع عن العقيدة. وكثيرا ما كانت تتوالى عليه الضغوط والهجمات لتضعيف مرجعيته، ولكنه لم يكن يأبه ولم يكترث بانتشار مرجعيته أو رفوضها وانحسارها في مقابل الدفاع عن العقائد الحقة، فلم يكن إلى سدة المرجعية إلا كأداة لإنجاز ذلك الغرض المقدس، فكان متفانيا في نشر أنوار أهل بيت العصمة وهدي مدرستهم، وقد وفق خير توفيق بأن يكون الزعيم المحامي في هذا العصر وحامل الراية التي ضعف عن حملها الكثير، والله تعالى يقيض لدينه حماة يحفظونه جيلا بعد جيل. ولقد كان ذلك سببا في سعة انتشار صيت مرجعيته وقيادته لاتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حتى أن الكثير ممن لم يكن مقلدا للشيخ كان يقتدي به ويتبعه في مواقفه الاعتقادية وحزمه العقدي. وهذا الأمر كان له تأثيرا بالغ النفوذ شمل البلدان الكثيرة، وببركات جهوده تفر الليل عن صبحه وشعشع الحق بنوره الأبلج، فجزاه الله عن أهل البيت عليهم السلام خير جزاء المحسنين. وقد سن شيخنا المقدس في سيرة المرجعية سننا خطها لمن بعده فالنعمة السيرة والسنة في القيادة المرجعية، ولا سيما تأسيس السنة على ذلك المستوى من الموقعية. ومن بركات مواقف المرجع الراحل قدس سره وجهوده في هذا الباب أنه أحيا الاستفتاءات العقائدية وخوض المرجعية في باب العقائد بعد أن كانت مقصورة على الاستفتاءات الفرعية الفقهية، فأعاد قدس سره كرسي المرجعية إلى ما كانت عليه في عهد الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وبقية الأعلام المتقدمين من اطلاع المرجعية بكل من الفروع والعقائد معا في الإفتاء والإرشاد وهداية عموم الناس. وهذا أثر بالغ الخطورة في تصحيح مسار وموقعية المرجعية، فرضي الله عن شيخنا الأستاذ. أما سيرته الفردية إن الكثير يتراءى له من البعد إن سماحة شيخنا المقدس لم يكن يتكلف عناء المدارات الاجتماعية، وأنه كان من الراجح تركيز سماحة الشيخ على الصلات الاجتماعية بشكل أوثق
إلا أن حقيقة الحال كانت على خلاف ما يتصوره هذا البعض. فإن تواضع الشيخ وبساطته في المعيشة هو أسلوبه في التعايش طيلة عمره الشريف، وكأنك حينما تعاشره تتمثل لك فتوة في ريعان صفاء الشباب، كالحالة السائدة عند طالب العلم في أول ما ينخرط في طلب العلوم الدينية. وهذه الصفة كانت تجذب الفضلاء وأهل العلم والكثير من الناس الذين اتصلوا بالشيخ العزيز وعاشروه وعرفوه عن قرب. وهناك صفة أخرى هي الأخرى كانت جذابة في شخصية الشيخ قدس الله نفسه، وهي التقشف في معيشته، ولم يكترث في التوسع في الملاذ ولا البذخ والتلف الممعن في زخرف الحياة وألوانها. وهذا التقشف الذي يلمس من يعترك عن قرب في عشرته كانت طبيعة متأصلة في خلقه قدس سره، وهذا مما أعطى انطباعا لدى سائر أهل العلم والمؤمنين بصدقية الشيخ وصدقه. ومما لمسناه من شخصية الشيخ في بعدها الروحي إدمانه طيلة عمره على التهجد في جوف الليل. وسمع من الشيخ الجليل قدس الله نفسه الزكية يوصف نجله الشيخ سماحة الشيخ جعفر أيده الله بقوله: ما يدريك ما في جوف الليل من نفحات وعطايا ومنح إلهية. إشارة إلى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نكبر في سماحة المرجع الراحل العارف إنه كان مما أحيا به الله دينه وجعله قدوة ومثلا تحتذي بها أجيال الحوزات العلمية وعموم شرائح المؤمنين، فجزاه الله خير جزاء المحسنين، وحشره مع أسياده النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، والبضعة المطهرة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، التي كان يتفانى سماحته في الدفاع عنها ويرق قلبه ويذرف دمعه بسماع ذكرها، مواليا محبا متفانيا. فسلام عليك يوم ولدت ويوم عشت فقيها عالما مجاهدا، ويوم تبعث حيا مع محمد وآله الطاهرين. وإلى روحه الطاهرة رحمه الله من يقرأ الفاتحة. هذه باسم الجالية البحرانية والإماراتية والعمانية والخليجيين على كل حال، نشترك جميعا في فقد الشيخ. جزاكم الله خير. رحم الله من قرأ الفاتحة. وأما الآن فمع تعزية ومع الشيخ جعفر العرب مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، قال سليم قلت يا سلمان قدر الله أن يخلد اسم الشيخ مع خلود الزهراء، فلا تستغرب إذا أحد الأخوة يذكر في الليلة التي ارتحل فيها الشيخ يرى الناس تبكي، تمشي في الطرقات تلطم على رؤوسها تبكي وهم يقولون مات النبي. هذا واحد من الأخوة الحجازيين، نفس الشخص يتصل به أحد المشايخ أحد السادة من البحرين فيقول سبحان الله نفس الرؤيا رأيتها أنا في الليلة التي ارتحلت. هذا وفاء من الزهراء لهذا الشيخ الذي وفى للزهراء واحترق قلبه، بل أشعل هذه الجدوى بمجرد أن نسمع صرخة يا زهراء تحترق قلوبنا وتسيل دموعنا. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال لي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار. سوت الزهراء امرأة جالسة في بيتها لكنها لابت وراء الباب رعاية للصوت والحجاب. ومذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت الهدى وحسنا وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا. تصيح يا فضة أنجديني فقد وربي أسقطه الجليل
ولما أفاقت بضعة الهادي الزكية نادت على فضة تعال بعجل ليا وبهدايا فضة صدرك سنديني الأضلاع مكسرة بهدايا فضة صدرك سنديني وتعرف اللي رقصني وسقط جنيني وقولي إلى الكرار يا فضة يجيني خلى يعاين حالة الحلت علي وفي الحال قامت فضة للزهرة تحضنها شافت ولمض العين مكسورة منها وشافت المحسن يضطرب وسط بطنها صاحت ألف وسفة وعبرتها جرية نادت يا فضة خبري سبع الميادين قالت يا ستي بالحبل قالوا أبو حسين لطمت على الهامة وقالت لا تقولي قولي الحسن وحسين حضر الساعة قولي الحسن وحسين أولادي يجوني أبمضي لابن عمي قبل لا يفجعوني وتتيتم أولادي وأنا يرملوني ولا أذبح دون الوصي أهون علي وخرجت الزهراء على أي حال الحسن عن جانب والحسين عن جانب وهي تمشي تنادي خلوا ابن عمي وطلعت على الأولاد معتمد البتولة تبكي وتنادي وتهمل العبرة وين الوصية من حبيب الله ورسوله بس ما قضوا خنتوا يا عدوان الوصية خلوا ابن عمي لو اكشف راسي اليوم واصرخ فرد صرخة الين تستوي علوم ويقلب على الارض السما الواحد القيوم حق والد المبعوث للعالم سوي أسألك تركوا الزهراء رجعت الزهراء إلى دارها سالمة مع ما بها من كسر الخيل مع ما بها من لطم العين مع تلك العين المحمرة تركوا الزهراء لا التفت الرجل إلى قنفذ قال يا قنفذ ما لنا والنساء ارجع إليها وأرجعها هذه الثياب التي يقول إمامنا ماتت أمي أو جدتي حين ماتت وفي عضدها كأمثال الدماليل من أثر الثياب والواحد أمر عبده يرد بالصوت وبنت النبي ظنت الفاجر يختشيها
واجعلنا من أتباعه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم أرسل ثواب ما قرأناه إلى روح سماحة المرجع، قدس الله نفسه الزكية، وتقبل أعمالنا وأعمال المؤمنين والمؤمنات. اللهم احشره مع محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين لروحه، رحم الله من قرأ الفاتحة والصلوات. على محمد وآل أما الآن سماحة الشيخ حسن عيسى والتقديم المسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. هناك وجبة الغداء إن شاء الله تكون بعد 11 ساعة. بعد 11 ساعة هناك وجبة الغداء إن شاء الله بعد صلاة الظهر. الشيخ ينعم تأخر فإن لا ولا هذا المناسبة للتشرف بالمشاركة في الثواب ومع كل نوم صلاة فقط، وإن شاء الله نهدي ثواب ذلك إلى روحه الشريف. ونذهب إلى كربلاء حيث مصيبة الحسين سلام الله عليه. وكأني بزينب سلام الله عليها في آخر ليلة من ليالي عاشوراء وهي مع أخيها الحسين سلام الله عليه، وكأنها تتسلى بآخر ساعات أيام كربلاء، فتجلس مع أخيها الحسين وتتذكر تلك الأيام. لكن أي أيام؟ أيها عاشت زينب سلام الله عليها؟ بتقول له تذكر يا أخويا حسين يوم اللي كنا صغار، يوم العدا علينا هجموا يا أخويا الدار. هل تتذكر يا حسين ماذا فعلوا؟ كسروا ضلوعنا وآذوها بالمسمار، واللي بحبيل قالوا حذر عن الكرار. هل اكتفى الزمن؟ هل اكتفى الدار؟ قال الزمان صابري معروفنا الغدار، والله نراويكم في كربلاء الأسرار. ماذا ستفعلون؟ نهجم على هل عدت
خلي قلبي طبطب يا قلبي احتار يتقلب بحسرة ولو عبوك اجمال وبعد بحجاري والله لرمي خيك على جبينه يا زينب والبطوبة بسهامي وارمي عينه وابن علي والله لا تعال صدره وحيد وتينه ولازم تشوفي خيك بالغبرة ذابحينه بالغبرة ذابحينه عطشان وما يروى غليله يا حزينه والطبطة خلي جسمه بالحسرة تنظرينه. ننتقل إلى صاحب العصر والزمان وصلكم الدعاء، لكن في هذه أريد لمس كل يوم لك حبي يمشي يا غالي دروب يا يوسف بقلبي مشتاق لك يا عدو. صاحب العصر والزمان هو المعزى في هذه الأيام. كل يوم لك حبي يمشي يا غالي دروب يا يوسف بقلبي. الشباب يوقفون رحم الله والديكم، الشباب يوقفون يساعدون لكم. كل يوم لك حبي يمشي يا غالي دروب يا يوسف بقلبي مشتاق لك يا ابو. واعذر محب نومه جنب هوى المحبوب وبدم ظل يكتب يا مهدي لك مكتوب يا مهدي لك مكتوب. من الصبر صابري من نهجة أيوب يمت الفرج يمتى يلتم شميل القلوب عند الحروب تنهار ينفارق في المهوب وبظلمة المحراب شمعك حناني ذوب شمعك حناني ذوب. وعدك أمانة وادري بتوفي الأمانة بتروي يا أبو صالح عند العطش ضمانة يلي بشوفوها عباطني ثاره حنانة يلي عليه تجسد في روحه كيانة في روحه كيانة. يا حجة الله والهانة لشوفتك سمانة قل موقع مرها طايب بغيابك ومهانة. عجل يا مهدي عجل رب السماء لوانا يا منقذ الشريعة يا ناصر الديانة يا منقذ الشريعة يا ناصر الديانة. ما ترضى بالمذلة ما تعرف الهوانة وانت العزيز وشانك عالي ولك مكانة ولك ثارات وما ظني أبد تنساها كسر ضلع أمك الزهرة ولهيب أحشاها إلك ثارات وما ظني أبد تنساها كسر ضلع أمك الزهرة ولهيب أحشاها وبنها الليل على الأعتاب يا ويلي معافر بنسرة وذا المسمار وعصرتها يا مهدي
مهدي اللهم اهدي ثوابها إلى روح الشيخ. اللهم تغمده برحمتك واحشره مع نبيك وآله. اللهم أعلنا شفاعة نبيك والأئمة المعصومين وشفاعة علماء هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات. نقرأ الفاتحة.